ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زهقانين كده من الاكل او عايزين حاجه سريعه تتعشوا بيها ومش عارفين تاكلوا ايه؟ هنعمل النهارده مكرونه ال10 دقايق في الطاسه، سريعه جدا ولذيذه بتكات جديده واضافات كده هتودي طعمها في حته تانية خالص. وزي ما انتوا شايفين شكل المكرونه حلو قوي يفتح النفس، وكمان مفلفله كده مش معجنه خالص. بصوا يعني مفيش واحده لازقه في التانية. طعمها بجد حلو قوي، ريحتها كده هتقلب الدنيا معاكم، سهلة وسريعة مش بتاخد وقت خالص. للعشاء للغدا بقى في اي وقت كده هتمشي معاكم. يلا بقى حطوا لايك للمكرونة الحلوة دي وتعالوا نشوف هنعملها ازاي. هجيب طاسة كده على النار وهحط فيها معلقتين من الزيت وهسيبهم يسخنوا. بعد كده هجيب معايا ده كيس صغير كده من المكرونة، يعني 300 جرام، وهبدأ هنزل بيه كده على الزيت بعد ما سخن وهبدأ احمرها. اول ما تبدأ تاخد كده معايا لون بهدي النار عشان ما تتحرقش مني. وفي التقليب بقى المستمر في الفترة دي، التقليب كده دايما كده مستمر عشان خاطر كلها تاخد معاكي اللون الموحد. مش بتاخد وقت خالص على فكرة، سريعة جدا. بعد كده لما بتاخد معايا اللون الموحد انا بكون مجهزة جنب مني الخضار اللي انا هضيفه. اول حاجة هضيف كده معلقة من صلصة الطماطم او معجون الطماطم، وهبدأ كده هشوحها اديها تشويحة كده مع المكرونة. بس خدوا بالكم زي ما قلت لكم في الوقت ده النار هادية خالص عشان خاطر اشوح الحاجة اللي هحطها والمكرونة ما تتحمرش معايا بالزيادة. بعد كده هكون مجهزة بصلاية متقطعة كده صغير، وهنزل بيها برضو مع المكرونة اديها كده تشويحة. البصلة هنا بتديني نكهة حلوة قوي وريحة جميلة للمكرونة. برضو هديها كده تشويحة كده مع المكرونة. وبعدين هجيب فصين 2 من التوم المفروم او متقطع كده قطع صغيرة، فصين 2 بس، وهقلبه برضو كده تشويحة برضو، يعني كله تشويح ورا بعضه كده. بس هنا تشويح الحاجة كده مع المكرونة بتديني طعم حلو قوي. بعد كده هضيف بقى 1 أو 3 من الطماطم متقطعين صغيرين كده زي السلطة، وفلفل رومي وفلفل احمر، لو موجودة كمان عندكم فلفل اصفر يعني حطوا الحاجات دي. والخضار ده بيزود القيمة الغذائية بتاعة الطبق بتاعنا، لان طبعا عارفين ان الفلفل كله فيتامينات. انا كان موجود عندي فلفل اخضر واحمر بس، وهنا الطماطم متقطعه برضو كده صغير. عطيتهم برضو تشويحه كده مع المكرونه. وبعدين هنزل بمقدار الميه بتاعتي قد المكرونه، وهحط هنا الملح ورشه من الفلفل الاسود ورشة كمون بس، مش هحط توابل تانية خالص. ممكن بس لو حابين تضيفوا مكعب خضار هيديها طعم برضو حلو، لو مش حابينه استغنوا عنه. وهنا هقلب بقى كده التوابل بتاعتي والملح كويس قوي مع المكرونة. وهنا هزود شوية مية كمان، لان خلوا يعني مقدار المية يكون بزيادة شوية عن المكرونة عشان تستوي معايا كويس وما تكونش يعني ناشفة. بغطي عليها واسيبها اول ما تبدأ تغلي، بشيل الغطا وبقلبها كلها كده من فوق لتحت. وبعدين ببدأ بقى اهدي عليها النار وهغطيها، ومن وقت للتاني كده كل دقيقتين هبص كده عليها، اشيل الغطا واديها تقليبه كلها من فوق لتحت عشان كلها تاخد التسوية المظبوطة وما تلزقش ولا تعجن مني. برضو كل تسويتها كده على نار هادية خالص. مش قادرة اقول لكم بقى وهي بتستوي فعلا ريحتها طالعة كده فظيعة، ريحتها مع البصل والثوم والتوابل كده طالعة ريحتها حلوة قوي. هنا كده خلاص كانت اتشربت المية واستوت، يعني لو كانت لسه معاكم ما استوتش وناقص معلقتين كده مية ممكن تنسموها كده بالمعلقة كده مية. كمان لو حابينها ان هي تكون زي الشوربة كده فيها شوربة كتير، زودوا المية واعملوها كده بشوربة زي لسان العصفور. شايفين بقى المكرونة استوت معايا وشايفين الالوان وجمالها. المكرونة مفيش واحدة لازقة في التانية، شايفين كلها مفلفلة ازاي ومستوية جدا ومش معجنة. طعمها لذيذ بجد، ريحتها كده فظيعة، ما بتاخدش وقت خالص، يعني مش محتاجة جنبها كده طبق سلطة او كيس كده شيبس كده، ويبقى احلى واخف عشاء سريع بجد ولذيذ ومختلف. بتمنى تجربوها، وصلتوا معايا لغاية هنا ما تنسوش اللايك
وتعليق حلو من تعليقاتكم الجميلة اللي بتفرحني وتسعدني، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.